ثم لا يخفى أن قوله والذي أعول عليه الترقيق في الراء إلى آخره صريح في أنه لم يعتمد فيما عدا نحو ذكرا التفخيم وصلا، بل معتمده الترقيق في الحالين. وأما تفخيم حجرا وصهرا وقديرا فقط فلا يظهر من النشر، خلافا لما توهمه الأزميري. قال الناظم: وهذا على توسيط لين ومده، على مد إسرائيل والفتح في كلا. الشرح: يختص هذا الوجه الأخير وهو تفخيم باب ذكرا سوى صهرا مع تفخيم غيره وصلا لا وقفا بتوسط حرفي اللين ومدهما، وكذا يختص بالفتح ومد إسرائيل، ويلزم من مده مد الهمز المحقق، وينتفي معه عدم الاعتداد بالعارض في المغير فيمد كالمثبت، لأن هذا الوجه من الكافي والهداية والتجريد. قال الناظم: ويختص تكبير بثان وبالطويل في همز إسرائيل خذه معولا، ويختص تكبير بوجه توسط بشيء وقصر في السوى أيضا اقبلا. الشرح: يختص وجه التكبير بالوجه الثاني وهو تفخيم المنصوبات مطلقا وبمد إسرائيل، ويلزم منه مد المحقق، ويجوز الاعتداد بالعارض وعدمه في المغير فيمد ويقصر. ويختص أيضا بتوسط شيء والقصر في غيره، لأن التكبير أحد وجهي الكامل كما سيأتي في الخاتمة أحسنها الله تعالى، وطريقه ما ذكر. قال الناظم: ومع ثامن الإرشاد يقصر همزه، ولينا سوى شيء أذكر سهلا، وقيل له توسيط كل له افتحا، وللكامل امدد سهل افتح وقللا. الشرح: يأتي مع الوجه الثاني وهو تفخيم المنصوبات في الحالين من الإرشاد قصر البدل وتوسط شيء، وقصر غيره وتسهيل نحو أذكر، والفتح كما ذكره الشيخ سلطان. وقيل يأتي توسط كل من اللين والبدل إسرائيل وغيره، كما نقله الأزميري عن طاهر بن عرب وقرأ به على بعض الشيوخ، إلا أنه لم يذكر في واو سوآت شيئا، وعليه لا يعتد بالعارض في الهمز المغير فيوسطه فقط. وكذا يأتي مع مد البدل كله مع اعتبار العارض وعدمه، مع تسهيل نحو أذكر، والفتح والتقليل من الكامل. وأما الإبدال في أذكر فلا يتأتى إلا مع التفخيم وصلا. قال الناظم: وفي باب ذكرا لا ترقق موصفا، وصهرا إذا رققته افتح مطولا. الشرح: امتنع ترقيق كل باب ذكرا على توسط البدل، وهذا على ما في النشر، وإلا فطريق ابن بليمة الترقيق على ما وجدنا في تلخيصه خلافا لما في النشر. وكذلك منع الشيخ سلطان وتابعوه الترقيق على التوسط من الشاطبية، ولا أدري ما علة ذلك، لأن الترقيق من زيادات القصيد على التيسير، وطرقها مجهولة وليس في كلامهم ما يعينها. وغاية ما في النشر أنه أوصل سند الشاطبي عن النفري إلى صاحب التيسير عن قراءته على ابن خاقان فقط، وسكت عما وراء ذلك له في طريق الأزرق، وقد أقر بذلك حيث قال: إنا لم نعد للشاطبي رحمه الله وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحد، وإلا فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت 1000، وهذا علم أهمل وباب أغلق.
وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات، والله تعالى يحفظ ما بقي. ومن تأمل قوله فلو عددنا طرقنا وطرقهم قطع بأن ما زاده الشاطبي على التيسير ليس من طرق النشر، فلا يقال الترقيق مثلا للنشر من الشاطبية، وهذه دقيقة لم أر من نبه عليها. فمن زعم بعد ذلك أن تحرير هذه الزيادة يؤخذ من النشر لم يدر حقيقة ما يقول. وإذا قرئ بترقيق صهرا فقط من هذا الباب مع ترقيق باقي ذوات النصب المنونة في الحالين أو في الوقف دون الوصل تعين الفتح مع مد البدل كله، لأن الأول من التبصرة والكافي والثاني من الهداية والكافي. وقد عرفت نص التبصرة في البدل ما هو. قال الناظم: وعنه إذا فخمت تنتصران ساحران وأيضا طهرا لا تقللا. الشرح: فخم تنتصران وساحران وطهرا بيتيا أبو معشر وابن بليمة وصاحب التذكرة، وبه قرأ الداني عليه. وذكر الوجهين الأزميري في الكلمات الثلاث عن التذكرة. قال: والفتح أي التفخيم أجود. قلت: وكذا وجدنا في التلخيص. وسكت في النشر عن ذكر الترقيق، وكلهم أصحاب فتح على ما في النشر. وإلا فقد عرفت أن مذهب ابن بليمة هو التقليل. قال الناظم: عشيرتكم إن أنت فخمت فافتحا ووسط ومد اللين والهمز طولا. الشرح: يختص وجه التفخيم في وعشيرتكم في التوبة بالفتح وتوسط حرفي اللين ومدهما ومد البدل مطلقا، لأن التفخيم من الهداية والتجريد، وأحد الوجهين في التبصرة والكافي، وطريقهم ما ذكر. لكن طريق التبصرة في اللين التوسط، وطريق الهداية مدوه، والوجهان في التجريد والكافي كما تقدم، وهذا على ما في النشر. وإلا فطريق ابن بليمة التفخيم أيضا على ما وجدنا في تلخيصه. ومعلوم أن مذهبه التقليل وقصر البدل، وتوسطه وتوسط الياء من شيء، والقصر في غيرها من حرفي اللين. وأنت خبير بما تقدم عن نص التبصرة من التوسط والقصر في البدل. قال الناظم: لعبرة إن فخمت للهمز فامددا، وهمز يشاء إن نجتنب أن تبدلا، وأبدل في التجريد آخر فاطر بخلف ويروى في الأصول مسهلا، كذا افتح ذوات اليا وأبدل أأنتم، وما اللام قيد كبره مثله اجعلا. الشرح: يتعين على تفخيم لعبرة وكبره مد البدل مطلقا، وتسهيل الهمزة من نحو يشاء إن الله، والفتح في ذوات الياء والإبدال مدا في نحو أأنتم، وكذا في باب جاء أمرنا، لأن التفخيم من التبصرة والتجريد عن عبد الباقي والهداية وطريقهم ما ذكر. وذكر في التجريد آخر فاطر عن ابن نفيس إبدال الهمزة المكسورة بعد المضمومة واوا، ونصه قرأ الحرميان وأبو عمرو: ولا يحيق المكر السيء إلا بهمز الأولى وقلب الثانية واوا مكسورة. وهذا اختيار ابن مجاهد. وقرأ الفارسي وعبد الباقي بهمز الأولى وتسهيل الثانية كما قدمت في فصل الهمزة. انتهى. فذكر التسهيل عن الفارسي وعبد الباقي فقط، فتعين أن يكون الإبدال لابن نفيس. ثم إن الإبدال أحد وجهي التيسير والشاطبية والكافي والكامل والتذكرة، وبه قرأ الداني على ابن خاقان، وبالتسهيل على أبي الفتح، وبهما على ابن غلبون،
ويجوز وجه التفخيم على قصر البدل وتوسطه من التبصرة على ما تقدم. ثم إن اللام في العبرة ليست للقيد بل ما تجرد عنها فحكمه كذلك. قال الأزميري: ووهم ابن الناظم في شرح الطيبة عند قوله كبره لعبرة، فذكر فيها الاتفاق على الترقيق حيث قال: وكأنهم لاحظوا الكاف والعين مع طول الكلمة فإنهم اتفقوا على ترقيق عبرة وهو في آخر يوسف. قال: قلت وليس كذلك، لأني رأيت في التجريد وعقد اللآلئ مثل بلا لام فقط، وفي التبصرة باللام فقط، ولم يمثل في الهادي بلام ولا بلا لام، بل أدخله تحت الضابط، فإن عمل بالمثال يختص من التبصرة بغير يوسف، ومن التجريد وعقد اللآلئ بيوسف، ويعم من الهادي، والصواب التفخيم من الكل، لأن علة التفخيم أن يكون الحرف المكسور عينا والساكن باء موحدة ولا علاقة للام أصلا. وأيضا عللوا وجه تخصيص تفخيم عشيرتكم بسورة التوبة لمن فخمها بكونها مرفوعة دون سائرها وسائرها منصوب، فعلى هذا التفخيم في عبرة في سورة يوسف أولى من غيرها، فاحفظه. انتهى. قلت: وهذا التحقيق لا مزيد عليه، وقد وجدت في التجريد التمثيل بلا لام كما قال، شكر الله سعيه. تنبيه: قال الشيخ عامر: يمتنع تفخيم العبرة مع قصر استيأس وبابه، فتنبه. قال الناظم: وفي وزر أخرى حيث فخمت فافتحا ومد لهمز ثم وسط مقللا، وفي نسختي وثلث لهمز ثم وسط مقللا. الشرح: فخم وزر أخرى صاحب التبصرة والهداية والتجريد وأبو الفتح، وكلهم سوى أبي الفتح يفتحون ويمدون البدل، وأبو الفتح يقلل ويوسط، وكذا يمد على ما في اللطائف، فيأتي على التفخيم هذان الوجهان مع التقليل والمد مع الفتح، ويزاد قصر البدل وتوسطه من التبصرة على ما تقدم. وإن جمع مع قوله تعالى ومحياي ومماتي، فالتفخيم يأتي على إسكان الياء وفتح الألف من التبصرة والهداية ومن التجريد عن عبد الباقي، وعلى فتح الياء مع فتح الألف من التبصرة ومن التجريد عن ابن نفيس، ومع التقليل لأبي الفتح. ومعلوم أن طريق التبصرة وأبي الفتح في شيء التوسط، وطريق الهداية المد، وطريق التجريد الوجهان. ومعلوم أن تفخيم وزر أخرى لا يجامع تفخيم ولا تزر، ويأتي تفخيم ولا تزر مع توسط شيء وفتح الألف وإسكان الياء، ومع التقليل والوجهان في الياء، ومع المد والتقليل والإسكان، ولا خلاف في ترقيق وازرة. قال الناظم: ورقق مراء ظاهرا أو فواحدا، وحكم مراء في افتراء تحصلا، وعنه ذوات ليفتحا حيث فخما، وحذركم إن فخم افتح وطولا، كذلك إجرامي كذا حصرت، وقل يجوز به التفخيم إن كان موصلا، ونحو خبيرا لا تفخمه واقفا، وذاك مع التفخيم يا صاح في كلا. الشرح: فخم مراء وافتراء صاحب التذكرة وابن بليمة وأبو معشر، وبه قرأ الداني على ابن غلبون. زاد الأزميري ترقيقهما على غير الأجود من التذكرة، وكلهم أصحاب فتح على ما في النشر، وإلا فطريق ابن بليمة هو التقليل على ما وجدنا في تلخيصه، وكذا تفخيمها على الأجود،
وترقيقهما على غيره، ولا يجتمع تفخيمهما مع تفخيم ذوات النصب لاختلاف الطرق، ويجتمع مع تفخيم المضمومة من التذكرة. ويختص تفخيم حزركم وإجرامي وحصرت صدورهم بالفتح ومد البدل، لأن تفخيم حزركم من التجريد والكاف والهداية والتبصرة، وتفخيم إجرامي من التجريد وأحد الوجهين في الكاف والتبصرة، وتفخيم حصرت من التجريد والهداية. زاد الأزميري من التبصرة وأحد الوجهين في الكاف، ولا خلاف في ترقيقها وقفا إلا من فرد به صاحب الهداية من تفخيمها في أحد الوجهين. ويزاد من التبصرة القصر والتوسط في البدل مع التفخيم في الكلمات الثلاث على ما تقدم. وطريق التلخيص على ما وجدنا فيه هو التقليل، وكذا تفخيم إجرامي على الأجود، وعليه فلا يختص تفخيمه بالفتح ولا بالمد. قال الناظم: وترقيق والإشراق يروي مفخم لمضمومة والخلف عن قاصر على أبو معشر خلف له ولهم ددا وغلظ كلا اللامين دع أن تقللا ورقق كثيرا ثم ذا الضم رققا على قصر من تفخيمه شرر تلا ورقق مع الترقيق في شرر فقط على وجه مد الهمز فيما تنقلا. الشرح: رقق الراء من قوله تعالى والإشراق صاحب العنوان والمجتبى، ولهما مد البدل والتقليل، وصاحب التذكرة في أحد الوجهين، وله قصر البدل والفتح، وهم المفخمون للراء المضمومة، وكلهم يفخمون نحو ظلم ويرققون نحو كثيرا. وانطلق ورققها أيضا أبو معشر في أحد الوجهين، وله مد البدل وتفخيم اللام بعد الطاء والظاء، والفتح وترقيق نحو كثيرا. ويمتنع تفخيم الراء المضمومة على تفخيم بشرر مع قصر البدل، لأن تفخيم بشرر مع قصر البدل لابن بليمة، وهو لا يروي تفخيم الراءات المضمومة إلا ما تقدم. وكذا يمتنع على مد البدل مع الترقيق في بشرر، لأن صاحب العنوان والمجتبى مذهبهما التفخيم فيهما، والحاصل أن التفخيم في بشرر منهما والهداية والتلخيص بقي من المختلف فيه حيرانا، ففخمها صاحب التجريد وابن خاقان، وبه قرأ الداني عليه، ونص عليه إسماعيل النحاس، ورققها صاحب العنوان والتذكرة وأبو معشر، وقطع به في التيسير فخرج عن طريقه فيه. والوجهان في جامع البيان والكافي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات، كذا في النشر. ولم أجد في هذا التلخيص سوى الترقيق، ونصه: تفرد ورش بترقيق الراء إذا وليها ياء ساكنة، وسواء انفتح ما قبل الياء أو انكسر، أو لقيتها كسرة لازمة، أو حال بينهما ساكن. فالياء الساكنة المفتوح ما قبلها نحو قوله تعالى خيرات حسان، وافعلوا الخير وحيران. قال الناظم: وفي اللام بعد الطاء فخم ورققا، وفي كلمتي طلقتم والطلاق لا تفخم، ومع ثان ففي الهمز فاقصرا، ومد وبالتوسيط قيل وطولا، على ثالث وافتح ومع ثان افتحا، على غير مد ثم ترقيق نهملا، بمضمومة لكن على القصر فاقرأ، بتفخيمها أو ذات نصب تأملا، وذا النصب فخم إن تقل بتوسط، على ما من الإرشاد بعض تقبلا. الشرح: في اللام مع الطاء المهملة 3 أوجه: تفخيمها للجمهور، وترقيقها من العنوان والمجتبى،
والإرشاد والتذكرة. وبه قرأ الداني على ابن غلبون. وترقيق كلمتي الطلاق وطلقتم خاصة من التجريد عن عبد الباقي من طريق ابن هلال وليس من طريق الطيبة، لأن طريق ابن هلال عن النحاس من الهداية والمجتبى والكامل فقط. ويأتي على الثاني قصر البدل من التذكرة والإرشاد، ومده من المجتبى والعنوان، وتوسطه من الإرشاد على ما قيل. ويأتي على الثالث مد البدل والفتح، وتقدم أنه ليس من طريق الطيبة. ويأتي على الثاني الفتح إلا على المد فمع التقليل. ويمتنع على الثاني ترقيق الراء المضمومة إلا على القصر، فيأتي تفخيمها مع ترقيق المنصوبة من التذكرة، وعكسه من الإرشاد، وإن قرأ بالتوسط من الإرشاد على ما قيل. وقرأ به الأزميري على بعض شيوخه تعين تفخيم المنصوبة، ومعلوم أن تفخيم المضمومة لا يجامعهما. قال الناظم: وفي اللام بعد الراء فخم ورققا، ورقق عقيب الفتح حيث تنزلا. الشرح: في اللام مع الراء المعجمة 3 أوجه: تفخيمها للجمهور، وترقيقها مطلقا على ما في النشر من التجريد، وفي أحد الوجهين من الكاف، وترقيقها بعد الراء المفتوحة دون الساكنة من الهداية. قال الناظم: وفخمهما أو إثر طاء أو عقيب ضاء أو الطاء إلا الكلمتين تنى العلا. الشرح: تقدم أن ترقيق اللام بعد الطاء المهملة من العنوان والمجتبى والتذكرة والإرشاد، فهم مغايرون لأصحاب الترقيق بعد الراء المعجمة، فلا يرققان معا، ويجوز التفخيم فيهما وبعد الطاء دون الراء، وعكسه وبعد الطاء فقط، إلا في كلمتي الطلاق وطلقتم. وتقدم أنه ليس من طريق الطيبة، والذي يتبادر أن التفخيم مع الراء الساكنة دون المفتوحة ساقط من النظم، ويمكن اندراجه تحت الوجه الأول، وهو تفخيمهما، لما يصدق عليه أنه تفخيم فيهما في الجملة. ويكون معنى فخمهما أي فخم اللام بعد الطاء مع ما يجوز تفخيمه بعد الراء، فيصدق تفخيمه بالكل والبعض. قال الناظم: وفخم فقط ما بعد راء مسكن على ما عليه في البدائع عولا. الشرح: قال الأزميري: لا خلاف عن الأزرق في تفخيم اللام المفتوحة بعد الراء الساكنة، هكذا وجدنا في التجريد والكافي. قلت: وهكذا وجدت في التجريد. قال الناظم: ونحو يسيرا لا تفخمه واقفا لمن هو بالترقيق من بعد ذات لا. الشرح: لا تفخم الراء المنصوبة وقفا على ترقيق اللام بعد الراء لاختلاف الطرق، ويجوز ترقيقها في الحالين على ترقيق اللام من الكافي والتجريد، وتفخيمها وصلا على ذلك من الهداية والكافي ومن التجريد في وجه عن عبد الباقي، وتفخيمهما من الكامل والإرشاد، وتفخيم اللام مع ترقيق الراء لمن بقي، ويزاد من الكافي تفخيم الراء وصلا. قال الناظم: ومد له همزا وذا الياء فافتحا، وتغليظ صلصال على الفتح فاجعلا. الشرح: يتعين مد البدل كله والفتح لمن روى ترقيق اللام بعد الراء المعجمة، لأن مذهبه كذلك، ويختص تغليظ اللام الساكنة من صلصال بوجه الفتح، لأنه من الهداية والتلخيص،
وأحد الوجهين من التبصرة والكافي والتجريد وطريق أبي معشر، وكلهم على ما في النشر أصحاب فتح، وإلا فطريق التلخيص هو التقليل على ما وجدنا فيه، وعليه فلا يختص بالفتح. وذكر الأزميري أنه لم يجد في التجريد إلا التغليظ، وهكذا وجدنا فيه خلافا لما في النشر من ذكره الخلاف له. قال الناظم: كتصالح مع وجه تغليظه ففي الوقوف خبيرا لا يفخم فاعقلا. الشرح: يمتنع تفخيم الراء المنصوبة المنونة وقفا على تفخيم اللام من يصالحا وفصالا وطالا لاختلاف الطرق، فإن تفخيم الراء في الحالين من الكامل والإرشاد كما تقدم، وتغليظ اللام أحد الوجهين في الشاطبية والكافي والهداية وطريق أبي معشر، والتجريد عن عبد الباقي، وهو اختيار الداني في غير التيسير، إلا أن صاحب التجريد أجرى الوجهين مع الصاد وقطع بالترقيق مع الطاء، والله أعلم. قال الناظم: ومع سكت مد الفصل عن حمزة اسكتا بك المرء لكن حبر نزمير قال لا. الشرح: أصحاب السكت في المد المنفصل دون المتصل لحمزة وهم صاحب الوجيز لخلف، وصاحب التجريد عن عبد الباقي لخلاد، وأبو العلاء لهما لا يسكتون في الساكن المتصل، بل يسكتون في ال وشيء والساكن المنفصل فقط، فحينئذ يتعين السكت في هذه الثلاثة، ويمتنع في الساكن المتصل عند السكت في المد المنفصل دون المتصل، إلا أن صاحب الوجيز قال: وقرأت على بعض شيوخي بالسكت في قوله تعالى لا يسأمون فقط في فصلت، هذا على ما حققه الأزميري خلاف ما عليه العمل اليوم، وفاقا لما في التقريب من أنه يتعين السكت في الساكن المتصل أيضا، ولعل ما في التقريب صح كما قال الأزميري اختيارا من ابن الجزري، وتبعه من بعده، والله أعلم. قال الناظم: وعن حمزة ما كان وسطا بزائد لدى سكت كالماء أو كين أو نسهلا، كأن تتركن السكت في الكل أو تكن على هاء تأنيث وقفت مميلا. الشرح: يختص السكت في المد منفصلا كان أو متصلا، وكذا السكت في الساكن المتصل كقرآن وينأون، وكذا وجه ترك السكت في الكل، وكذا إمالة هاء التأنيث وقفا بتسهيل الهمز المتوسط بزائد وقفا لحمزة. قال الأزميري: وذكر في التجريد في باب السكت من قراءته على عبد الباقي لخلاد السكت على المد المنفصل دون المتصل، وفي باب وقف حمزة وهشام التحقيق في المتوسط بحرف نحو بأنهم بآية من قراءته على عبد الباقي لحمزة، فعلى هذا يأتي لخلاد السكت في المد المنفصل مع السكت في الأرض، أي والتحقيق في سائر الباب، وكذا يظهر من الوجيز لحمزة، لكنه عن خلاد ليس من طريق الطيبة. قال: ولكن لا نأخذ بهذا الوجه لما منعه ابن الجزري. انتهى. ولكن لقائل أن يقول: كيف لا يؤخذ بوجه مسند، مع أن مانعه لو تيقظ لحكاه، ولم يجد له عذرا في عدم تجويزه، والله أعلم. تنبيه: ذكر في النشر أن عدم السكت لحمزة من هداية المهدوي وهادي شيخه ابن سفيان، ولخلاد من تبصرة مكي وإرشاد شيخه أبي الطيب وكامل الهذلي وكافي بن شريح وطريق أبي الفتح فارس، ولحمزة أيضا من غير الغاية لابن مهران، إلا أن المنصوري قال:
مقتضى كتاب الكافي أنه لا خلاف عن حمزة في السكت على لام التعريف وشيء، إلا أنه ذكر له المد في شيء، وإلا أن الأزميري قال في تحرير النشر له وليس في الهادي رواية خلف. انتهى. وقد ذكرنا تعيين التسهيل في المتوسط بزائد، حيث قلنا كأن تتركن السكت في الكل وفاقا لما اختاره الأزميري تبعا للمنصوري، أخذا من قول النشر لو وقف على نحو الأرض فله وجهان: التحقيق مع السكت، وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون وابن شريح وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم عن حمزة، وهو أحد الوجهين في التيسير والشاطبية وطريق أبي الطيب ومكي عن خلف. والثاني النقل، وهو مذهب أبي الفتح فارس والمهدوي وابن شريح أيضا والجمهور من أهل الأداء، والوجه الثاني في التيسير والشاطبية. انتهى. وفيه نظر، لأنه ذكر المهدوي هنا بوجه النقل وسكت عن وجه التحقيق، مع أنه ذكر له الوجهين في باب المتوسط بزائد، وهو من أصحاب عدم السكت، ولم يذكر مكيا وأبا الطيب، مع كونه ذكر لهما التحقيق في باب المتوسط بزائد، ومذهبهما عدم السكت. ثم قال بعد ذلك: وحكي فيه وجه ثالث، وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة، ولا أعلمه نصا في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا. لا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافا منصوصا يعتمد عليه، وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها، ونصه في باب المتوسط بزائد والمتوسط بغيره من المتحرك الساكن ما قبله، لا يخلو ذلك الساكن من أن يكون متصلا به رسما أو منفصلا عنه، فالمتصل يكون ألفا أو غير ألف، فالألف تكون في موضعين: ياء النداء وهاء التنبيه، وغير الألف في موضع واحد وهو لام التعريف، فإنها أي الهمزة تسهل مع الألف بين ومع لام التعريف بالنقل. هذا مذهب الجمهور، وعليه العراقيون قاطبة، وأكثر المصريين والمغاربة، وهو مذهب أبي الفتح فارس، وبه قرأ عليه الداني وصاحب التجريد على الفارسي، وكذا الحكم في سائر المتوسط بزائد. وذهب كثير إلى الوقف بالتحقيق، وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون وأبيه أبي الطيب ومكي، وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي، وذكر الوجهين جميعا صاحب التيسير والشاطبية والكافي والهداية والتلخيص، واختار في الهداية في مثلها أنتم ويا أيها التحقيق لتقدير الانفصال، وفي غيره التخفيف لعدم تقدير انفصاله. وقال في الكافي التسهيل أحسن إلا في مثلها أنتم ويا أيها. انتهى. وذكر أيضا في مسألة أنبئكم تحقيق الهمزة الثانية من التبصرة لخلاد، وهذا يقتضي التحقيق في نحو الأرض، لأنه لا فرق بينهما، بل التحقيق في نحو الأرض من باب أولى لتقدير انفصال اللام، ولذلك دخلت في باب الساكن الآخر الذي ينقر إليه ورش. ونقل المنصوري اختيار المهدوي في شرح هدايته التحقيق في مثل ذلك مع المتوسط بياء النداء وهاء التنبيه. ونقل أيضا عن مكي أنه ذكر في التبصرة تحقيق المتوسط بزائد، وأنه المشهور الذي قرأ به على أبي الطيب،
فهذا كله يخالف ما ترجح عند الأزميري والمنصوري أخذا من قوله لأن أصحاب عدم السكت إلى آخره، أي ولا فرق بين المتوسط بلام التعريف وغيرها. والوجه عندي الآن أن هذا خاص بالمتوسط بلام التعريف فقط، وغايته أنه نظر إلى انفراد أبي الطيب بوجه التحقيق بلا سكت حالة الوقف، فاعتمد على ما عليه الجمهور من النقل، ووجه انفراده أن مكيا وابن سفيان أخذ عنه، وأن المهدوي أخذ عن ابن سفيان كما تقدمت الإشارة إليه، فكانوا كلهم كالرجل الواحد. ولكن يعارض هذا أن مكيا شهر التحقيق في هذا الباب من غير فرق حسب ما نقله المنصوري عنه كما تقدم، والشهرة تنافي الانفراد. ويؤيده أن ابن الجزري لم يتعرض في التقريب إلى ذكر هذا الإجماع، وإنما ذكر فيه كلا من التحقيق والتسهيل في المتوسط بزائر مطلقا لا للتعريف وغيرها، كما تقدم آنفا عن النشر في باب المتوسط بزائد، ولم يزد على ذلك. وهذا نص صريح في تجويزه الوقف بالتحقيق من غير سكت في نحو الأرض، وهو الذي ينبغي الرجوع إليه والتعويل في هذا الباب عليه، لأنه الأخير من كلامه والموافق لغيره، ولا حاجة إلى ما تكلفه المنصوري وإن استجاده الأزميري. نعم، ما ذكره من طريق الشاطبية بقوله وقد رأيت بعض المتأخرين إلى آخره مسلم بلا نظر، لأن الداني قرأ بالسكت على لام التعريف وشيء من الروايتين على أبي الحسن، ومذهبه التحقيق في هذا الباب، وقرأ بالسكت عليهما وعلى الساكن المنفصل من رواية خلف، وكذا بعدم السكت مطلقا من رواية خلاد على أبي الفتح، ومذهبه التسهيل، والله تعالى أعلم. وإذا تأملت رواة التحقيق في هذا الباب لم تجد فيهم رواة إمالة هاء التأنيث وقفا، فتعين لهم التسهيل، وصح قولنا أو تكن على هاء تأنيث وقفت مميلا، والله أعلم. قال الناظم ومنفصل عن مد نوعا محرك لدى سكت مد الوصل ليس مسهلا، كذلك مع سكت على ال وشيئه، كذلك مع توسيط شيء تقبلا. الشرح يوقف لحمزة بتحقيق الهمز المنفصل رسما عن مد نحو ما أنزل، أو عن محرك نحو الذين آمنوا عند سكت المد المتصل، وكذا عند السكت في لام التعريف وشيء وحدهما، وكذا عند توسط شيء مطلقا، ولا يسهل كما ستعرفه. قال الناظم ومنفصلا رسما من الهمز حققا، وسهله أو فاخصص كقل إن خلوا إلى. الشرح يوقف لحمزة على الهمز المنفصل رسما بتحقيقه مطلقا من الشاطبية والكافي وغيرهما، وبتسهيله مطلقا، وهذا من تذكار ابن شيطة وغاية أبي العلاء وكفاية أبي العز ولابن مهران في غير غايته. وبه قرأ ابن سوار على ابن شيطة، وللمطوعي عن إدريس عن خلف من المبهج، ولابن مقسم عن إدريس عنه من غاية ابن مهران، وبتسهيل من فصل عن ساكن كقل إن وخلوا إلى وابني آدم فقط، وهو من روضة المالكي وإرشاد أبي العز والكامل والشاطبية، وذكره صاحب الكافي. وبه قرأ على صاحب الروضة، وتسهيل هذا إنما يكون بالنقل. وذكر ابن الجزري لحمزة وقفا في نحو خلوا إلى وابني آدم 3 أوجه.
النقل والتحقيق والسكت ومنع الإدغام. وقال وحكى ابن سوار وأبو العلاء الإدغام ولا آخذ به، وقال في التقريب وهو ضعيف. انتهى. وقال الأزميري ورأيت كتاب الكنز ذكر الإدغام أيضا، وذكر في النشر في نحو قالوا آمنا وفي أنفسكم 4 أوجه: التحقيق والسكت والنقل والإدغام. قلت ولا فرق بين خلوا إلى وقالوا آمنا وبني آدم وفي أنفسكم، بل القياس أن يمنع الإدغام في المدود لا في اللين، كما لا يجوز الإدغام في نحو قالوا وهم وفي يومين، ويجيء في نحو آووا ونصروا وعصوا وكانوا. واختلف في إدغام نحو هو والذين لأجل المد، ولم يختلف في نحو وهو وليهم. انتهى. وهو في غاية الوضوح، والله أعلم. قال الناظم: وفي قل أأنتم ثانيا لا تحققا على النقل والوجهان مع غير ذا اعتلى. الشرح: قوله تعالى قل أأنتم ونحوه فيه لحمزة وقفا 5 أوجه: النقل في الأولى مع تسهيل الثانية والتحقيق بلا سكت، وبه في الأولى مع وجهي الثانية فيهما. وأما النقل في الأولى مع التحقيق في الثانية فلا يوافق. قال الناظم: كقال أأقررتم لهمزيه حققا وثانيهما سهله أو معه أولا. الشرح: قوله تعالى قال أأقررتم ونحوه فيه لحمزة وقفا 3 أوجه: تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية فقط وتسهيلهما. قال الناظم: وهمزين مع مدين سهلت بين بين طولا فقصرا دع وعكسا كهؤلاء. الشرح: قوله تعالى هؤلاء ونحوها مما اجتمع فيه همزتان قبل كل حرف مد يمتنع فيه لحمزة وقفا عند تسهيل الهمزتين بين وجهان، وهما المد في الأول مع القصر في الثاني، وعكسه لتصادم المذهبين. قال الناظم: ومع سكت قالوا عند خلاد اقرأ بتسهيل مستهزون وقفا وأبدلا. الشرح: إذا قرئ لخلاد بسكت المد المنفصل دون المتصل جاز في نحو مستهزئون الوقف بالتسهيل بين وبالإبدال ياء دون الحذف. ففي قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا إلى قوله مستهزئون لحمزة 12 وجها، ويمتنع منها لخلاد ما تقدم: الأول والثاني والثالث عدم السكت مع التسهيل في مستهزئون لابن شريح وابن غلبون والداني والشاطبي وابن بليمة والمعدل وابن مهران في غير الغاية لحمزة، وكذا لمكي وأبي الطيب والمهدوي وابن سفيان، لكن لم يذكر هؤلاء في بحث الطرق لخلف فلا يكونون طريقا له، وهذا الوجه لخلاد فقط من التيسير والشاطبية والكافي في أحد الوجهين. ومن الكامل وطريق أبي علي العطار عن أصحابه عن ابن البحتري عن الوزان عنه، ومع إبدال الهمزة ياء مضمومة لابن شريح ومكي والداني والشاطبي وابن مهران في غير الغاية عن حمزة، وللهزلي عن خلاد، ومع حذف الهمزة وضم الزاي من هذه الطرق 6 ومن روضة المعدل. والرابع والخامس والسادس السكت في الساكن المنفصل فقط مع التسهيل وقفا للجمهور عن حمزة. ومن التيسير والشاطبية والكافي وبه قرأ ابن الفحام على عبد الباقي على أبيه فارس لخلف فقط.
ومع الإبدال ياء مضمومة لخلف من الشاطبية والكافي والتيسير، ولحمزة من الكامل وغاية أبي العلاء، وابن مهران وروضة أبي علي المالكي والمصباح، وأجازه أبو العز مع حذف الهمزة وضم الزاي لمن ذكر في وجه الإبدال سوى أبي العلاء وأبي علي وأبي العز. وللمعدل وبه قرأ الداني على أبي الفتح. والسابع والثامن والتاسع السكت في غير المد المتصل مع التسهيل لأبي العلاء عن حمزة، ولابن الفحام من قراءته على عبد الباقي عن خلاد، وللأهوازي عن خلف، ومع الإبدال لأبي العلاء عن حمزة، ومع الحذف والضم للأهوازي عن خلف. والعاشر والحادي عشر والثاني عشر السكت في الكل لحمزة مع التسهيل من الكامل وروضة المعدل، ومع الإبدال من الكامل، ومع الحذف وضم الزاي من الكامل وروضة المعدل عن حمزة.